أنا حاضر عشان شعار، مو بعشان شيء، بس عشان شعار. بس ما في ناس يقدرون الشعار، ما في رجال يقدرون الشعار، ما في إلا غامدي. أنا لازم أساند فريقي سواء كان خسران ولا فايز. في الخسارة لابد أن نآزره ونجبر كسره علشان يوقف، هذا أول شيء. وأنا آزرت النصر علشان يأخذ المركز الثاني، بس ما توقعت المستوى ذا. يعني قدر الجمهور اللي حاضر لك، قدر الناس اللي في كسرك جايتك، قدر اللي تعبان. والله أنا عندي شغل جيت كلش عشانه. آخر شيء 5 والله ما ينفع. فيصل بن تركي إنسان داعم، إنسان وافي، إنسان يشجع الكيان، بس في طريقة خطأ. أنا أدري إنك تشجع وأدري إنك تحب الكيان، بس شجع بحدود، شجع بحاجة يعني حاجة من منفعتنا أكثر من حاجة ضدنا. والله جايين نآزر ونشارك ونبارك للأخوان الهلاليين، ومنها يعني نتونس ونقول ألف مبروك للهلال، والنصر حظا أوفر. يعني مجاملات بالفريق، أنت فريق ند هنا خصمك يعني معقولة 5-1 خلاص تقفل. طب جيب لي لعيبة من البراعم، يعني إنك يعني تلعب اللعيبة. يعني أنا ما همني المباراة ذي ألعب أي لعيبة، خلاص قفل يا أخي. هذا ندك. هذا السهلاوي هو متعمد عشان ما يلعب مباراة، ما أدري ليش. يعني هل تصرف هذا ما أدري ليش اللعيبة كذا تصرفاتهم. يعني ما صراحة أنا أشوف أن السهلاوي بعد المفروض أنه يمشي بعد. يعني في ناس أفضل منه. الهلال له 6 سنوات ما ياخذ بطولات، والحين جت الفرصة واخذ بطولة. مبروك للهلال إن شاء الله. والله فيصل بن تركي حاليا ما أدري إيش السبب اللي متعطل في النصر، والله ما ندري ايش المشكله اللي في النصر. يعني فيصل بن تركي اول حاجه يعني سمو الامير نحييه ونقول يعني اللي سواه ما قصر، وزي ما في مجهود داخل الملعب في مجهودات اداريه خارج الملعب نشكره عليها جدا، وان شاء الله الجاي افضل. وانا شخصيا مع رحيل فيصل بن تركي. حضرنا مباراة عشان الرئيس عشان نوقف مع الكيان، مو عشان احنا ما شجعنا النادي عشان بطولة ولا بطولتين، احنا شجعناه عشان كيان. لما يجينا رئيس الرابطة ويجينا يقولون لنا تعالوا بالاخير يصير زي كذا، هذه مهزلة اللي صارت، هذه مهزلة. حتى فهد الحزيم ما جاء اللي هو رئيس اعضاء الجمهور، ما جاء، سحب علينا اول واحد. وفيصل بن تركي بعد سحب علينا. اللي في الملعب هذولا أنا ما أدري على وش موجودين، لا روح ولا أداء ولا مستوى. حنا من الجماهير الأوفياء، وإن شاء الله أن نطلع إلى موسم مليء بالبطولات. والله ما أدري إيش أقول لك، والله إنها مشكلة. وإن شاء الله أن فيصل بن تركي يراجع نفسه، والأخطاء اللي صارت بالنهائي كأس ولي العهد إن شاء الله ما تنكرر. والله ما عندي تعليق، يعني الحمد لله على كل حال.